السلام عليكم. اليوم بغينا نهضروا شوية على الجديد في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، ياك؟ وعليكم السلام. أكيد مشروع كبير وهام بزاف. كاين واحد الفيديو جديد كيبين فين وصلت الأشغال تما. غنحاولوا نشوفوا زعما شنو أهم النقاط الاختيارات ديال التصميم وحتى شي نقاشات اللي دايرة على هاد الورش. مهم بزاف نتبعوا هاد المشاريع، كتأثر على البنية التحتية الرياضية وحتى على التجربة ديال الجمهور والصورة ديالنا. يلا نبداو. الفيديو كيبين واحد التقدم صراحة مزيان في تركب الكراسة في المدرج التحتاني، قالوا أكثر من 70% دابا ركبات. هادشي كيبشر بالخير من ناحية السرعة. السرعة والدقة باينة، ولكن الحاجة اللي لافتة لي الانتباه بزاف هي الصباغة ديال الدروج كاملين بالكحل. ديك القضية ديال الدروج بالكحل. المصدر شبهها بملعب سانتياغو برنابيو. واش هادي غير زعما موضة ولا كاين شي سبب أعمق؟ سؤال مهم. الكحل ماشي غير لونه صافي، فالملاعب الكبيرة بحال البرنابيو كيعطي واحد الهوية بصرية قوية، فهمتي؟ واحد الإحساس بالفخامة، يعني ممكن يكون تفكير استراتيجي وراها. يعني ماشي غير جمالية عادية. تماماً، كيعطي واحد الجو خاص للملعب. مثير للاهتمام. ونزيدوا على هاد الشيء كاين تركيب ديال شاشات LED في المدرجات، هادو ضروريين دابا. وجوج شاشات عملاقة في جوج قنوات ديال الملعب. هادو غيبدلوا التجربة كاملة للمشاهد. أكيد، الشاشات دابا ماشي بحال شحال هادي، كيعطيون إمكانيات بزاف، إعلانات، إعادة لقطات بوضوح، معلومات، تفاعل، كل شيء كيتبدل. بصح المتفرج كيولي عايش الماتش كتر. ولكن المصدر ذكر واحد النقطة على الشاشات الكبار، كانوا معولين على 4 ياك؟ هادشي اللي قال المصدر. ولاو دابا غير 2. وهاد الشيء خلى شي ناس زعما يتأسفوا شوية، قالوا ممكن يأثر على المشاهدة من كاع الجناب. بصح واش هاد التخليص ممكن يكون يعني شي مشكل في الميزانية ولا غير اختيار تقني؟ ممكن هكا وممكن هكا. فالمشاريع الكبار ديما كيكونوا تغييرات، يا إما للخلوص يا إما لأسباب لوجستيكية. تقليص العدد كينقص التكلفة، ولكن فهمتي كيقدر يأثر على التغطية الشاملة، كتبقى موازنة. مفهوم. ندوزو لحاجة أخرى اللي ذكرها المصدر، وهي الوتيرة ديال الخدمة. كيفاش دايرة؟ قالك تباطأت شوية مؤخرا، ورجعوا السبب للشركات الأجنبية اللي مكلفة دابا بالتغليف والسقف. قالوا وتيرتها أقل من الشركات المغربية اللي كانت في البني الأول. هذه ملاحظة مهمة. ممكن طبيعة الخدمة ديال التشطيبات تكون أصلاً أبطأ، حيث فيها دقة أكثر. ممكن. ولكن الإشارة للفرق بين الشركات ممكن تعكس شي تحديات أخرى، لوجستيك، طرق عمل مختلفة، تنسيق. شكون عارف، هاد المراحل الأخيرة ديما حساسة. وكاين واحد الجدل آخر حتى هو مهم، الحجم ديال الدروج. هادو اللي مصبوغين بالكحل؟ هومانيت. شي ناس كيشوفوهم كبار بزاف، قالك يخسروا المنظر شوية، ولكن راه كاين سبب لهذا الحجم، ياك؟ بالضبط، هذه هي الموازنة اللي كنهضر عليها ديما بين الزواق والمعايير التقنية. هاد الدروج كبار ماشي عشوائيا. يعني كاين شي معايير دولية؟ تماما، معايير السلامة الجديدة ديال الفيفا صارمة بزاف. الهدف هو الإخلاء السريع ديال الجمهور في الطوارئ، خاص الناس يخرجوا في دقائق، وهذا شرط أساسي باش الملعب يتصنف عالميا ويستقبل كأس العالم ولا كأس إفريقيا. فهمت. إذن السلامة هي الأولى، واخا تجي على حساب الجمالية شوية. هادشي اللي كاين، السلامة أولا. مزيان. المصدر عرض شي صور تخيلية للشكل النهائي، ولكن قال باللي الواقع يقدر يكون حسن كاع. إن شاء الله. ولكن كتبقى واحد النقطة كتقلق شوية، وهي الأرضية ديال الملعب. كلنا عقلنا على المشاكل اللي كانوا في ملعب محمد الخامس. العشب ديال دونور. العشب اللي الكرة ما كتمشيش فيه مزيان، والمشكل ديال الماء. الأمل كبير أن هادشي ما يتعاودش في الرباط. قضية الأرضية حساسة بزاف وحاسمة. العشب، السقي، الصرف ديال الماء، هادشي هو الأساس باش يتلعب ماتش في المستوى. أي خلل كيقيس جودة اللعب وسلامة اللعيبة والسمعة ديال الملعب، خاصها تكون أولوية قصوى. أكيد، خاص ما يكونش فيها تفاون. إذن يلا بغينا نلخصوا هادشي اللي شفناه. كاين تقدم في الكراسي، تصميم بالكحل مميز، شاشات جديدة ولكن بعدد أقل من المخطط، دروج كبار لأسباب السلامة. ولكن بالمقابل تباطؤ نسبي في الوتيرة وتخوفات على الأرضية. هادشي هو.
وهذا الشيء كامل كيخلينا نتساءلوا على المستقبل. بالضبط. السؤال الكبير هو ملي كيمن هالملعب هاد الزين وهاد التجهيزات كيفاش غنضمنوا ليه صيانة مزيانة ومستمرة باش نحافظوا عليه، باش ما نطيحوش في نفس المشاكل اللي شفنا في ملاعب أخرى اللي تدهورات مع الوقت. تماما. كيفاش نحافظوا على هذا الاستثمار الكبير على المدى الطويل؟ هذا هو التحدي الحقيقي اللي كيبدأ مورا الافتتاح.